السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، مرحبا بكم جميعا. درسنا اليوم والمحسنات البيانية، يعني المحسنات البيانية. نقلب على شي بلاصة خاوية باش نحاول نشرح فيها المحسنات البيانية. نديروها بأن هذه عنوان الدرس ديالنا اليوم. ما هي المحسنات البيانية أو البديعية؟ ناخذ أول حاجة هو الطباق، وعندنا عندنا المقابلة، وعندنا الجناس، وعندنا السجع. ناخذ غير هادو. كاين حتى الاستعارة، وكاين استعارة مكنية واستعارة صريحة، ولكن حنا اليوم غنناقشوا غير هاد الحوايج هادو. شنو هو الطباق؟ اولا الطباق انواع، كاين طباق ايجاب وكاين طباق سلب. تقولي سيدة شنو هو الطباق ايجاب؟ هو الضد، يعني هو الطباق هو الضد، العكس. طباق الايجاب عندي ليل نهار، فرح حزن مثلا، هذا كيتسمى طباق ايجاب. طباق سلب هو يفعل وعندنا لا يفعل. مثلا يتحدث لا يتحدث، هذا كيتسمى طباق سلب. نطلبوا منكم تخرجوا من النص طباق سلب، عرفوا انه فيه ديك النافيه، النافي كذبي، يكذب لا يكذب، يتحدث لا يتحدث. اما الا قالك استخرج من النص الطباق بصفه عامه وقلب على الطباق الايجاب اللي هو الضد، ليل نهار، فرح حزن، سعاده شقاء، غنى فقر، بحال هكا، هذا كيتسمى طباق ايجاب. لكن طباق سلب هو اللي كتخدم فيه لا، عندنا واحد الكلمه والضد ديالها كنقولوا لا، بحال اغلبيه الكلام كيديروها في الابتدائي بزاف. مثلا كنقول ليه ضد يفرح يقولك لا يفرح. المهم هذا كيتسمى يفعل، ضد ديالها لا يفعل، كيتسمى طباق سلب. نشوف المقابله راه هي الطباق، غير هنايا الا كان طباق كلمه. طباق يكون في كلمه في النص والضد ديالها حتى هو موجود معها. لكن المقابله كيكون كلمتين او ثلاثه، جمله. بحال مثلا كنقولوا العلم نور، الجهل ظلام. دابا هذه تطابق هذه، يعني العلم نور راه جمله، الجهل ظلام راه جمله. اذا المقابله حتى هو ضد، ولكن جمله مطابقه لجمله. طباق يعني جمله ضد جمله. الطباق في الاول كتكون كلمه ضد كلمه، سواء كانت طباق ايجاب يعني غير كلمه، ويعني يفرح ضد ديالها يحزن، يشقى ضد ديالها يسعد. ولكن السلب كنتقاي فيه ديك لا. يتحدث قلب على طباق السلب، لا يتحدث، يتكلم لا يتكلم، يفعل كنقولوا له احنا من الناحيه البلاغيه او البيانيه لا يفعل لا يفعل، تختار اي فعل ودير على مضارع. اما المقابله هي ضد. دابا الا كانت هذا ضد شويه، المقابله ضد بزاف، حيت جمله ضد جمله، كتكون واحد الجمله في النص كيقول لك ابحث عنها ما يقابلها في النص، مقابل في النص. يعني هنايا غتقلب على شي جمله ضدها. بالنسبه للجناس، حنا عندنا جناس، يعني جناس تام وجناس ناقص. فهمتوني يا وليداتي؟ اذا في مساله الجناس كنلقاو جناس تام وجناس ناقص. ما معنى جناس تام وجناس ناقص؟ يعني جناس تام هو توافق لفظتين ولكن كيختلفوا في المعنى. بحالاش دابا جناس تام توافق على لفظه وحده عندها جوج معاني، يعني هو توافق لفظتين في الحروف ولكن يختلفان في المعنى. بحال مثلا عندنا المغرب، وعند هالكلمه عندها معنى
زمان يا صلاة المغرب. ولكن عندنا المغرب أيضا تعني مكان وبلد يوجد في شمال إفريقيا. مثلا نقول لك صليت صلاة المغرب في المغرب، صليت صلاة المغرب في بلدي المغرب. هي المغرب كلمة واحدة، هما هذا اللفظتين المغرب المغرب تختلفان في المعنى وتتشابهان في الصوت، يعني في الحروف. بالنسبة للجناس الناقص هو أن كيكون غير حرف واحد هو اللي مختلف. مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخيل، هذا الناقص، سمعوا: الخيل مفقود بنواصيها الخير. عفوا، معقود. الخيل نكتبها: الخيل الخيل معقود بنواصيها الخير. شوفوا معايا: الخير هذا جنس ناقص. علاش؟ لأن هنا كاين الخيل يعني الحرف الأخير هو اللام، ولكن الخير الحرف الأخير هو الراء. إذا جنس ناقص هو أن في الصوت يعني الصوت متشابهين، يعني كنقول الخيل الخير، يعني في المقام أو المقطع الصوتي كاين واحد التشابه، ولكن من حيث الكتابة اللفظ اننا كنلقاو واحد الاختلاف، واحد الحرف يقدر يكون حتى جوج، ولكن اغلبيه كيكون حرف. كنقولوا مقام، يعني كصوتيات كاين واحد مقام بحال مقالون، ولكن كاين اختلاف ان الاول كاين الميم والثاني كاين اللام. هنا كيسمى هذا جناس ناقص. نعاود: الجناس نوعان: الجناس كيكون تام وجناس ناقص. شنو هو الجناس التام؟ الجناس التام هو واحد اللفظة، يعني لفظة واحدة في المقطع الصوتي كاين تشابه، وفي الحروف في اللفظ كتابة الحروف كاين تشابه، ولكن كلمة لفظة كتعني شيء وكلمة كتعني شيء آخر. هما متشابهين في الكتابة في الحروف، اللي كيختلفوا في المعنى. وكاين جناس ناقص وأن في الصوتيات، يعني المقطع الصوتي، يعني ملي كنطقوها عندنا نفس المقامات: مقام، مقال، ولكن راه كاين اختلاف في الحرف الأخير. هذا هو الجناس. إلا بغينا نديرو كخلاصة شنو هو الجناس؟ الجناس لون من ألوان البديع، يعني من البديعيات، محسنات البديعية، وهو تشابه لفظتين في النطق واختلافهما في المعنى. وجناس نوعان: عندي جناس تام هو توافق اللفظتين في نوع الحروف وعددها وشكلها وترتيبها، وجناس غير تام واختلاف اللفظتين في أحد الأمور الأربعة السابقة. كيبقى السجع. ما هو السجع؟ السجع هو أن كيكون في نص أو جملة أو بيت شعري كنلقى حرف واحد متكرر. ناخذ مثال من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. كنلقاو أن حرف الدال تكرر أكثر من مرة. هذا بالنسبة كمثال. أما في الأبيات الشعري عندك شي واحد يقول لي القرآن رديتي الشعر. لا، ما رديتو الشعر، ولكن أنا خديته غير كمثال، حاشا وليكم كلام الله شعرا.